fruit. How is he able to do? بيبدأ الانمي بتاعنا بوحوش بتهجم على القرية ويموتوا كل اللي فيها. مفاجأة بنشوف في السما تنين طاير وعلى ظهر واحد، وبنسمعه وهو بيقول ان من وهو صغير كان نفسه يكون اقوى واحد. بعد كده بيرمي ورق كتير جدا على شكل دمية وبيكون عليها تعويذة، بينزلوا قدام كل وحش وبيدمروه. بيكون في وحش هيهجم على واحد واقف على الارض بس التنين بييجوا ياكلوا. بعد كده الراجل اللي كان على التنين بيقول ان هو لما كبر بقى اقوى واحد. بعد كده بنشوفه في بيت بيولع ويكون خلاص هيموت، وبيقول هي دي نهاية أقوى طارد أرواح شريرة في العالم. وبنعرف إن البشر هم اللي عملوا فيه كده. وبيشوف واحد من التلاميذ واقف قدامه بيعيط. بعد كده بيفعل تعويذة بالشيجامة وبتظهر وراه دايرة سحرية، وبيقول ان هو هيبدأ من جديد كده. بنشوف بعد كده طفل قاعد في دايرة سحرية وواحد واقف بيقول عليه تعويذة واللي بيكون اسمه بليز لامبورج. ومفاجأة الدايرة السحرية دي بتنور وواحد من الطفلين بيقول لاخوه واللي بيكون اسمه روفيت ان اخوه الصغير ما عندهوش اي قوة سحرية لان ما فيش اي حجر من الاحجار منورة. الاحجار دي بتمثل الست عناصر السحرية اللي موجودة في العالم بتاعهم، اللي هم النار والمية والارض والرياح والضوء والظلام. وبنعرف ان الطفل اللي في الدايره دوت اسمه سيكا، وبنعرف ان هو ابن محظيه، وان العالم ده موجود فيه شياطين بجانب البشر بسبب السحر اللي موجود فيه. وبنعرف ان القصر دوت لعائله لامبورج واللي هي من اقوى عائلات السحر. بيبدا سيكا يتكلم وبيقول ان هو اتولد من غير اي طاقه سحريه، بس هو عنده طاقه روحيه كبيره. وبنعرف ان هو طارد الارواح اللي ماتت، وان هو اتولد من جديد في الهيئه دي. تاني يوم بنشوف سيكا بيرمي على ورق الشجر تعويذه وبيتحول جزء منها فيران والجزء التاني غربان. بعد كده بنشوف اخوه جيري وهو بيتنمر عليه، بس الغربان بتهجم عليه وبيجي روفيت ويلحقه وبيسأل سيكا ان كان هو كويس. بعد كده بياخد جيري ويمشي. بعد كده بنشوف سيكا وهو ماشي جوه البيت وبيقول ان هو بقى عنده 7 سنين، بس الكل بيتجاهله لان هو ابن محظيه. وبنشوفه قاعد في الاوضه بيقطع الورق عشان يعمل عليها التعويذه بتاعته. الباب بيخبط عليه ولما بيفتح بتكون ايفا وبتقول له ان هو نسي الجاكيت بتاعه في الغابه. وبيجي جيري بيزعق لها وبيتنمر على سيكا وبيقول له ان انت مش هتروح اكاديميه لوديانا لان انت ما عندكش اي قوه سحريه وان هو هيروح الجيش. بيجي ابوه بينده عليه ويقول له يلا عشان دروس السحر. سيكا بيطلب ان هو يروح معاهم وابوه بيوافق. وبنشوف روفيتو وهو بيستخدم تعويذه الرياح اللي بتدمر الصخره. وبعد كده جيري بيستخدم بتاع وسط النار بيولع فيها. وبعد كده بيقول لسيكا وبيستهزأ بيه ما تجرب تستخدم السحر كده ممكن تيجي معايا. سيكا بيوافق وبيمسك العصايه وبيستخدم القوه بتاعته وبيعمل نار زرقاء بتدمر الحجر. كلهم بيتخضوا من القوه بتاعته وبيكونوا مستغربين، بس ابوهم بيقول لهم ان في نوع من الناس بيستخدموا السحر حتى لو ما اتولدوش بيه. سيكا بيطلب منه ان هو يتعلم السحر وهو بيوافق. وبنشوف سيكا وهو بيدرس السحر مع المعلم، وكمان بيدرس السحر لوحده وبيكون ابوه بيراقبه. وبعد كده بنشوفه وهو عنده 11 سنه وبيكون بيستخدم الشيجاما بتاعته. وبنعرف ان الوحوش اللي هزمها في حياته اللي فاتت بيقدر يتحكم فيها عشان تخدمه، واللي بيكون اسمهم الايكاشي. بيجرب ان هو يستدعي واحد فيهم واللي بيكون اقل خطر، وبيكون اسمها كودي غستوني وبتظهر على شكل بنت صغيره. اول لما بتشوفه بتفرح وبتجري عليه وبتندهله باسمه القديم اللي بيكون هيرو شوي. بيبعدها عنه ويقول لها انت في حياتي اللي فاتت كنت واحده كبيره. وبنعرف ان هو بيقول لها يوكي. بتقول له انها ظهرت بالشكل ده عشان الطاقه الروحيه بتاعته قلت ما بقتش زي ما كان وهو كبير. بتقول له ان هي مبسوطه ان هو استعدها. فبيقول لها سيكا لا انا كنت بجرب حاجه وهرجعك تاني عشان ما حدش يشوفك. لكن هي بتتحول لوحش صغير وبتستخبى في دماغه وبتقول له ان كده ما حدش هيشوفها. فبيقول لها ان هو دلوقتي بقى اسمه سيكا. بعد كده بنشوف جيري وهو بيزعق لايفا عشان وقعت عليه الميه وهي بتعتذر له. فبيقول لها ان هي تجيله الغرفه بتاعته بالليل وهو هيوريها ازاي تكون عبده. في الوقت ده بيدخل سيكا وبيقول له لو كنت عايز تعاقبها عاقبها دلوقتي عشان انا عايزها. بيحاول سيكا يضربه بس سيكا بيصد ضربته. جيري بيسيبهم ويمشي وهي بتشكر سيكا، وسيكا بيقول لها مش لازم تروحي له الاوضه بتاعته بالليل. فبتقول له ايفا ان هي كانت عايزه يجي معاها الجنينه وتوريه وحش مصاب، وتقول له ان هي عايزاه يعالجه. فبيقول لها انه هيحاول بس لازم تودي وشها الناحيه التانيه. وبيطلع واحده من الشيجاما بتاعته وبينقل الضرر ليها. وبيقوم الوحش تاني ويمشي. بتشكره ايفا وتقول له ان هي عارفه ان هو ما بيستخدمش السحر بس انت شخص مميز. بيقول لها انت كمان مميزه. ايفا بتحاول تتوهه وبتقول له انا معرفش انت تقصد ايه. سيكا
سيكا بيقول لها انا لاحظت انك بتتتبعي بعينيكي ارواح الحيوانات اكتر من مره. قالت له هو انت كمان تقدر تشوفها؟ فبيقول لها ايوه بس انت بتشوفي اكتر مني. بتقول له هي بتشوف الارواح بتاعه العناصر السحريه وان هي اللي كانت بتتلاقى الجاكيت بتاعك ودايما بيكونوا حوالين الاشياء بتاعتك بس هم بيبعدوا عنك. سيكا بيقول لها انت بتقدري تتحكمي فيهم؟ فبتقول له مره واحده بس لما زعقت اختفى. فبيبدا سيكا ويكلم نفسه وبيقول ان هو في الحياه القديمه بتاعته كان بيحاول يكتسب القدره دي ولكنه فشل. فبيقرر سيكا ان هو هيعلمها السحر وبنشوفه وهو بيدربها كل يوم. وبيقول سيكا ان هو بقى عنده 12 سنه وزي كل سنه محدش بيهتم بعيد ميلاده كلهم متجاهلينه. وهو ماشي في البيت بينده عليه جيري وبيقول له ان هم هيعلموه المبارزه لان هو هيروح الجيش. وروفيت بيقول له ان هم بيتعلموا المبارزه من قائد الجيوش وان هم هيعلموهم لو هو عايز. في نفس الوقت ده الخدامه بتجيلهم وبتقول لهم ان في وحش جاي على البيت وان ابوهم كان بيواجه الوحش ده في المدينه بس هرب وبيتحرك ناحيه البيت. بيبصوا من الشباك وبيشوفوا الوحش وكلهم بيخافوا ويجروا عشان يهربوا الا سيكا بيجري ناحيه الوحش وبنعرف ان هو كبير النيوت بيكون هيهجم على ايفا وصاحبتها ولكن الارواح بتحميها. وسيكا بيلفت انتباهه الوحش اللي بيجري وراه وبيطير في الجو بيموته بضربه ناريه واحده. وبنعرف ان هو استخدم النار لانها بتنشط السم اللي جوه الوحش وبيموت. بيكون في الوقت دوت جيري مستخبي تحت الترابيزه وكل اللي في البيت مصدومين ان سيكا قدر يقتل الوحش ده بضربه واحده وبيسقفوا له بيكونوا مبسوطين. وبتبدأ الحلقة التانية وبيكون أبو سيكا واقف وراه وبيكون شافه وهو بيقتل الوحش. وبعد اللي سيكا عمله في الوحش اللي هجم عليهم أهل بيته عملوا وليمة كبيرة. ووقتها أبوه قال إن سيكا عمل حاجة كبيرة ومحدش يصدقها إنه قضى على الوحش دوت بضربة واحدة. والموضوع ده صعب على أمهر المراوغين والسحرة. رد أخوه أولوفيت وقال أيوة يا بابا صح، سيكا ظهر بقوة وشجاعة كبيرة جدا. على الجانب التاني أخوه جيري متغاظ منه جدا وأبوه بيكمل كلامه وقال له ما كنتش أتوقع إنك عرفت حاجات عن الوحش ده قبل كده وانه ضعيف قدام سحر النار. رد سيكا وقال له ايوه قريت عنه في كتب كنت بذاكر فيها وعرفت انك خليته يهرب قبل كده بقوه النار. فقرر ابوه يكافئه على شجاعته وتصرفه ده. رد سيكا وقال له في الحاله دي انا ليا طلب يا بابا، انا قعدت كتير ادرس لوحدي في السحر وان انا جزء من عيله لامبورد وعايز استغل موهبتي لصالح الامبراطوريه وعايز ادخل اكاديميه لوديانا للسحر. ساعتها ابوه قال له حاضر انت هتدخل الاكاديميه بس هعمل لك اختبار عشان تتقبل. اتبسط سيكا جدا من كلام ابوه وقال له عايز اطلب منك طلب تاني. رد ابوه وقال له اطلب. قال له انا عايز ايفا تكون معايا كمرافقه في الاكاديميه. وقال له ايفا تعرف تتحكم في الارواح عشان كده هتكون مهمه جدا ليا. ابوه قال له ايفا مش بتمتلك اي قوه سحريه عشان كده انسى الموضوع ده ومش هتروح معاه. سيكا رد عليه وقال له لا هي بتعرف تتحكم في الارواح وهخليها توريك ده بنفسها. في الوقت ده سيكا ادى لايفا العصايه قال لها عشان تيجي معايا لازم تعملي اللي دربتك عليه وخليكي واثقه في نفسك. ساعتها ايفا قالت تعويذتها وظهرت كوره نار وكانت قويه جدا واستغربوا كلهم لان القوه بتاعتها دي قوه من الرتبه المتوسطه. اعجب ابوه جدا من قوه ايفا وقال له تمام خدها معاك رفيقه في الاكاديميه. ساعتها جيري اتعصب جدا وقال له انت بتفكر في ايه يا بابا؟ عاداتنا وتقاليدنا مش بتسمح لاتنين اخوات يدخلوا اكاديميه السحر ولو انت وديتني انا وسيكا هيبقى مخالف للتقاليد وانا اللي ليا الحق ان اروح الاكاديميه لان انا عندي قوه سحريه وسيكا ما عندوش وانت عايز تخالف تقاليدنا عشان تبعت واحده خدامه وعيل فاشل. رد ابوه وقال له معاك حق ما اقدرش اغير تقاليد عيلتنا ومش بفكر اغيرها. رد جيري وقال له هتعمل ايه بقى؟ قال ابوه انت يا جيري هتروح الجيش الامبراطوري عشان انت عندك مهاره المبارزه والقوه البدنيه الكفايه للحرب على عكس سيكا الضعيف البدني. وسيكا وايفا هيروحوا اكاديميه السحر. اعترض جيري وقال له مستحيل ده يحصل. رد ابوه وقال له انت الفتره اللي فاتت كنت بتعمل ايه؟ انت ما كنتش بتذاكر لا السحر ولا بتطور من نفسك، كل اللي كنت بتعمله كنت بتتدرب على مهاره القتال والمبارزه بالسيف. اتعصب جيري وقال له سيكا هيواجهني بالسحر واللي هيفوز هيروح الاكاديميه ولو هو خسر يمشي من البيت حالا. ابوه بص لسيكا وقال له ايه رايك؟ رد سيكا وقال له موافق على المواجهه دي. ابوه ساعتها حط قوانين المواجهه ديت وقال انها هتتم تاني يوم الظهر وان محدش يستخدم سيوف حقيقيه او قوه من الدرجه المتوسطه او اعلى وهيكون هو الحكم. وسيكا دخل اوضته بالليل وقعد يفكر هيعمل ايه مع اخوه وكان بيقطع الورق الصغير بتاعه وكان عليها التعاويذ بتاعته. ساعتها طلعت له الايكاشي صاحبته بتساله
بتساله انت هتقتل اخوك في الحرب دي؟ رد عليها وقال لها لا طبعا. في الوقت ده لقى باب اوضته بيخبط، وبيفتح الباب لقى اخوه روفيت. قال له روفيت انا عارف انك لسه صاحي، عايز اتكلم معاك شويه. دخل روفيت للاوضه وسيكا بيساله انت عايز ايه في الوقت ده؟ اول حاجه قالها لسيكا اسف على التاخير بس عيد ميلاد سعيد، واداله الهديه. سيكا فرح بالهديه وفتحها لقاها قلم من الازاز، وقال له قلم الريشه دي وحشه معاك وانت رايح تدرس، والقلم ده هيبقى حلو قوي معاك. شكروا سيكا على الهديه. روفيت كمل كلامه واعتذر لسيكا لانه كان بيعامله بطريقه وحشه ومتجاهله، وانه بقى مبسوط بالتطور اللي حصل له ده، وانه بقى عنده قوه سحريه، وطلب منه انه ما يأذيش جيري في المنافسه بكره، وانه بس يعرفه غلط، وانه لما يروح الاكاديميه يدرس بجد وما يستهترش بيها. وعده سيكا انه هينفذ كلامه، وسابه روفيت ومشي. وسيكا قاعد على السرير لقى قوه رياح دخلت من الشباك عنده، واخوه بينادي عليه وبيزعق وبيقول له تعالى نافسني دلوقتي يا سيكا. سيكا نزل له وقال له انت مش مستحمل تستنى لبكره؟ قال له ماليش دعوه بقوانين ابوك دي، احنا هنحارب بعض بكل حاجه، واللي هيخسر هيعتذر لبابا بكره ومش هيروح الاكاديميه. وانت ما تتغرش في نفسك، انت ولا حاجه، انت صدفت معاك انك هزمت الوحش دوت مش من قوتك يعني، والمبارزه دي هتنتهي الواحد فينا، فاستسلم احسن. ووقتها ضرب جيري اول ضربه على سيكا، وكانت قوه النار اللي ولعت في سيكا، واول ما اتطفت ما كانش فيه اي حاجه حصلت له ولا لمسته. استغرب جيري جدا وقال له ازاي ما حصلكش حاجه، وبدا يوجه له تاني ضربه بقوه الرياح، لكن سيكا ظهر حواليه درع وحمام من الضربه دي. استغرب جيري انه هو بيقدر يستخدم دروع الضوء وانه ما يعرفش عنها حاجه. قعد جيري يضرب عليه قوات ورا بعض وهي مش مأثره في سيكا خالص. ساعتها سيكا طلع اول تعويذه ليه، وهي عباره عن شلل في جسمه كله يخليه ما يقدرش يتحرك ويتسمر في مكانه. ساعتها جيري بيستسلم واغمى عليه، وساعتها افتكر سيكا كلام جيري لما بيقول له كانت صدفه معاك لما قتلت الوحش، وبنعرف ساعتها ان هو اللي استدعى الوحش عشان يخلي الوحش يهجم على البيت، ويظهر ان هو بطل قدام ابوه. وسيكا سابه ومشي. وتاني يوم سيكا بيركب العربيه عشان يروح الاكاديميه هو وايفا، واول ما وصل المدينه راح على الاوضه في السكن وقعدوا يتكلموا مع بعض، وسيكا عرفها مكان اوضتها وهي كانت جنبه. في الوقت ده ايفا بتقول له ممكن اعدي عليك في اوضتك بالليل ونقعد مع بعض. ساعتها سيكا ما كانش فاهم هي بتقول له كده ليه ولا هي عايزه ايه، وسابته ومشي. وفي الوقت ده الايكاشي اللي مع سيكا طلعت له وقعدت تتخانق معاه عشان كانت فاهمه ايفا عايزه ايه، وقالت له احنا بنات زي بعض، وهي كانت عايزاك عشان تنام معاها، وانت زي الاهبل مش فاهم حاجه وداخل تنام. تاني يوم راحوا للاكاديميه، واول ما وصلوا لقيا حارسه البوابه بتعمل اختبار عشان تعرف نوع القوه لكل واحد داخل الاكاديميه، وكانت ناس كتيره واقفه. فدخل سيكا وايفا عشان يختبروا، ولكن الطلاب اتريقوا على ايفا عشان عرفوا انها خدامه. حطت ايفا ايديها على كوره البلوره، وساعتها احجارها نورت واعجبوا من قوتها. جه دور سيكا وقال لهم في البدايه عن اسمه سيكا لامبورت، وعرفوا انه هو ابن حاكم الامبراطوريه. ولما حط ايده على البلوره ما رضيتش تنور وانه ما عندهوش سحر، لكن حارسه البوابه حاولت تخليه يجرب مره تاني عشان مش مصدقه ان هو من غير سحر. في الوقت ده كل الطلاب قعدوا يتريقوا عليه. ساعتها دخلت طالبه بشعر احمر وحطت ايديها على البلوره، وكانت قوتها تجمع بين الست احجار وقويه جدا. وساعتها اتريقت على سيكا وسابته ومشي، وهو فضل يشبه عليها لانه كان يعرفها في حياته القديمه. وبتبدا الحلقه الثالثه وبنشوفهم تاني يوم وهم في الاختبار الكتابي. بعد ما بيخرجوا ايفا بتسال سيكا لو كان حل كويس، وان هي شاكه في بعض الاجابات. فسيكا بيقول لها انهم هيعوضوا في العمل. بعد كده بياخد باله من ايميو، وبياخد باله انها شايله سيف، وبيسال نفسه عن مدى قوتها. بعد كده المعلم بيبدا يشرح لهم انهم هيعملوا ايه، وبيقول لهم ان كل خاصيه وليها الهدف اللي هتختبروها عليه. بيجي الدور على ايفا وبتستخدم قوه النار، وبتكون من المستوى المتقدم والكل بيتفاجئ. بعد كده بتروح تستخدم قوه الرياح وبتدمر الهدف، وبتعتذر للمعلم انها دمرت الاهداف. وبتروح لسيكا وهو كان منبهر بيها جدا، وبيقول لها انها كانت قويه. بعد كده بيجي الدور على سيكا وبيستخدم نار زرقاء، وكلهم بيتفاجئوا من النار الزرقاء. بيروح للهدف التاني وبيعرف ان هو من الجرانيت، فبيعمل خليط من المعادن يدمر بيها الهدف، وكلهم بيتفاجئوا من قوته لانهم مش عارفين نوع السحر اللي استخدمه. بعد كده بيروح على الهدف التالت وبيستخدم الشيجاما عشان يستخدم سحر الميه ويجمد بيها الهدف. بعد كده بيروح لايفا اللي بتقوله ان هو ابهرهم بالسحر بتاعه. وفي اخر اليوم بتيجي المعلمه مكان الاختبار وبتسال المعلم عن اداء الطلبه، وبيكونوا مستغربين من قوه سيكا اللي ما عندهوش سحر، وايفا اللي هي مجرد عبد عنده. وهو بيقول لها ان في بنت تالته كانت بتستخدم كل العناصر، فبتقول له ان دي ايميو اللي مرشحه انها تكون البطله. بعد كده سيكا وايفا بيروحوا عشان يشوفوا نتائج الاختبارات، وبيتفاجئ سيكا ان هو في المركز الثالث، وبتتصدم ايفا انها هي في المركز الثاني. وبيعرفوا ان ايميو هي اللي في المركز الاول، وبيجي لهم جواب القبول في الاكاديميه، وبنشوفهم وهم ماشيين جوه الاكاديميه،
وايفا بتساله ان هي لو كان ينفع تجيله بالليل في السكن بتاعه، لكن هو بيقول لها انت هنا مجرد طالبه. وبيقف مره واحده وبيبص جنبه وبيسالها لو كانت شايفه حاجه، فبتقول له ان في ارواح ظلام. وبيدخلوا هما الاتنين في الغابه لحد ما بيوصلوا لدايره سحريه وبيكونوا مستغربين. وسيكا بيسيب الشيجامه بتاعته في المكان وبيروحوا الحفله وبنشوفهم بياكلوا. وايميو بتطلع تقول خطاب تحفيزي لزمايلها عشان هي الطالبه الاولى. سيكا بيلاحظ ان في حاجه بتخرج من الدايره السحريه، وفجاه بيهجموا 3 شياطين على القاعه، وبيلاحظ ان هما بيدوروا على حاجه وبيكون لسه هيستخدم الشيجامه، لكن ايميو بتهجم عليهم وبتعور واحد فيهم. فبيستخدم الشيجامه بتاعته وبيشوف القائد بتاعه واقف عند الدايره السحريه. وبيروح سيكا لايفا ويقول لها خلي بالك من نفسك واستعملي السحر لو الوضع بقى خطير. بعد كده بيروح للوحش وهو بيقول له شعر. الوحش بيستغرب وبيقول له طفل زيك بيعمل ايه هنا في الغابه، وبيقول له ان مستحيل طفل زيك يقدر يهزمني. فبيرد عليه سيكا وبيقول له انا زهقان فجيت اتسلى شويه. فبيتعصب الشيطان ويستدعى اتباع ليه ويخليهم يهجموا على سيكا، لكن سيكا بيقضي عليهم في ثانيه وبيحتفظ بواحد منهم كخادم ليه. لكن الشيطان بيتعصب اكتر وبيقول له انا شيطان المعدن، وبيفتح بوابات انتقال وبيطلع منها سيوف. سيكا بيهدف عليه شيجامه مخفيه بس الشيطان بيقدر يصدها، وسيكا بيهجم عليه تاني بس الوحش بيستخدم السيوف ويصد كل الهجمات. بعد كده الشيطان بيحدف عليه سيف وباستخدام قدرته بيقدر يسيبه في وشه، ومره واحده بيظهر الشيطان ووراه سيكا وبيقطع له دراعه. سيكا بيقول له انت بتدور على ايه بالظبط؟ بيرد عليه الشيطان وبيقول له ان هو جاي هنا عشان يدور على البطل ويقتله. سيكا بيقول له قصدك اللي في الحكايات الخياليه؟ فالشيطان بيضحك عليه وبيقول له ان دي حقيقه مش مجرد اساطير، وبيقول له ان في نبوءه ظهرت من 12 سنه وبدات تتحقق، وبيقول له ان اللي طلع البطل البنت اللي شعرها احمر وعندها قوه غير بشريه. فسيكا بيقول له قصدك ايميو؟ فالشيطان بيقول له شكرا انك عرفتني اسمها، وبيهجم عليه وبيقطع راس سيكا. بعد كده الشيطان بيقول ما كنتش فاكر اني هستمتع وانا بقتل طفل زيك، ولكن فجاه بيسمع صوت سيكا وهو بيقول نفس الشعر اللي قاله في الاول. ولما بيبص وراه بيشوف سيكا واقف على السيف. سيكا بيقول له ان القصيده دي كنت برد بيها على المعلم بتاعي بس انا قتلته وما لحقتش اخد رايه فيها. الوحش بيتعصب وبيهدف عليه سكينه في دماغه، لكن سيكا ما بيتاثرش بيها. والشيطان بيتفاجئ ان سيكا بيقدر يرجع للحياه مره تانية، وبيقول له ان هو هيفضل يقتل فيه لحد ما يموت فعلا. فسيكا بيساله ويقول له هو الاقوى اللي يقدر يتحكم في العالم ولا الاقوى هو الاكثر مهاره في الفنون القتاليه؟ وبيقول له انا كنت الاقوى في حياتي اللي فاتت. فالشيطان بيتنرفز وبيحدف عليه كميه سيوف كبيره، لكن سيكا بيتفاداها وبيهجم عليه بعنصر الميه، لكن الشيطان بيهرب منه وهو بيهجم عليه من فوقيه. لكن سيكا بيتفاداه وبيستعين بوحش بيستخدم الكهرباء وبيخليه يضرب الشيطان، ولكن الشيطان بيتفادى الهجمه وبيظهر وسيكا وراه وبيقتل سيكا تاني باستخدام ايده، بس بيطلع ان دي نسخه شيجاما. وبيبدا سيكا يشرح له اساسيات السحر، لكن الشيطان بيتنرفز وبيقول له انا مش جاي هنا عشان طفل زيك يديني محاضره، واكيد ان اللعبه بتاعتك دي خلصت. سيكا بيقول له قصدك دولت، وبيعرض قدامه مجموعه كبيره من الشيجاما وبيقول له ان هو قعد سنين عشان يعملهم. بعد كده سيكا بيعمل تعويذه بيستعين فيها بوحش على شكل تنين اسمه ميزوتشي. الشيطان بيتفاجئ وبيقول له ان ملك الشياطين ذات نفسه ما يقدرش يستعين بتنين. في الوقت ده ميزوتشي بيهجم على الشيطان وبياكله. بيحاول سيكا يرجع ميزوتشي تاني لكنه بيحاول يهرب منه، لكن سيكا بيقدر يرجعه تاني وبيسأل نفسه ازاي يتابع ضعيف زي ده بيحاول يتمرد عليا، يمكن عشان قوتي لسه ما بقتش زي الاول. بعد كده يوكي بتجيله جري وتقول له معلش انا كنت مستخبيه عشان ما كنتش اقدر اعمل حاجه، وبتبدا تقول له انت ليه بتهدر قوتك على وحش ضعيف؟ فبيرد عليها ويقول لها ان هو كان بيجرب حاجه. بعد كده بيرجع لمكان الحفله وبيشوف ايفا اللي بتقول له ان ايميو قتلت كل الشياطين. بيبص عليها سيكا وهي واقفه فوق الشياطين وبيقول ان هو هيحتاج شخص قوي عشان ياخد مكانه، وان هو هيتحكم من ورا الستاره. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات الفيديوهات الجديده. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. وسلام.